الجزء الرابع والأخير، هسأل حضرتك سؤال. لو أنا جبت واحد مصري وواحد مثلا من سوريا والتاني من العراق، ورحت حاططهم التلاتة كده قدامي وسائلهم مين أهم حضارة فيكم انتوا التلاتة؟ لو كل واحد فيهم قال أنا حضارتي المهمة، يبقى كل واحد بيتعصب لحضارته. أمال إيه الصح؟ الصح إن كلهم لهم فضل على الحضارة. المصري والسوري والعراقي كلهم لهم فضل على البشرية. ليه؟ عن طريق الإسهامات اللي حضارتهم قدمتها. إذا يا جماعة، الابتعاد عن التعصب يعني الابتعاد عن الانحياز. عكس التعصب والانحياز عارف إيه؟ الموضوعية أو الحياد. يبقى لما يقول لك الابتعاد عن التعصب أو الابتعاد عن الانحياز، أنا مش منحاز لحد، أنا بقول إن كل حضارة وكل عنصر وكل لغة ساهمت في صنع الحضارة البشرية. يعني من الآخر كده كل أمة كان لها فضلها على الإنسانية اللي مفيش حد يقدر ينكره. يبقى خلاصة الأمر يا جماعة، مفيش حضارة واحدة، مفيش إنسان واحد، مفيش لغة واحدة، مفيش أمة واحدة هي اللي صنعت الحضارة. ومن النهاية كده يا عزيزي، كل البشرية لها فضل على الحضارات. وصلت يا أبطال؟ طيب، صلى على رسول الله. علشان ندرس التاريخ يا بطل، هل ينفع اجي اقول لك خد الكتاب ده اقراه عن كل تاريخ الحضارات؟ اكيد لا. ما ينفعش ندرس الحضاره كلها مره واحده. علشان كده هنبدا نقسمها. لكن ثانيه واحده، هو حضرتك هتقسم ايه بالظبط؟ قال لي هقسم التاريخ. قلت له طيب، انهي تاريخ؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني تاريخ قديم، ولا تاريخ عصور وسطى، ولا تاريخ حديث، ولا تاريخ معاصر؟ فسألني ايه التقسيمة اللي انت بتعملها دي؟ قلت له دي التقسيمة اللي اتعملت علشان تسهل دراسة التاريخ. فلقيته قال لي ثانية واحدة، هو يعني ايه تاريخ؟ قلت له يعني ايه؟ التاريخ ده هو النشاط اللي انت بتقوم بيه. قال لي ايوه، واحنا عرفناه امتى؟ تصدق سؤال مهم جدا، احنا عرفنا التاريخ ده امتى؟ يعني المعلومات القديمة بتاعت العصور القديمة دي وصلت لنا ازاي؟ حضرتك دلوقتي انا بسجل لك المحاضرة، يبقى كل الكلام اللي انا بقوله متسجل، فانت هتقدر تعرف كل كلمة انا قلتها صح؟ صح. زمان بقى ما كانش عندهم كاميرات يصوروا بيها، امال كان عندهم ايه؟ كان عندهم جدران يسجلوا عليها. علشان كده بتبدأ العصور التاريخية اول ما الانسان بدأ يخترع الكتابة، وبدأ يستخدم الكتابة في تدوين كل الاحداث ومظاهر الحياة.